بيحكي فيلمنا عن قرد بيتولد في معمل وبيتحقن بعقار بيزود ذكائه، ولكنه بيتطور عكس توقع العلماء وبيفاجئهم باللي هيحصل. يا ترى القرد ده حصل له ايه؟ تعالوا نشوف سوا الملخص ده. بيبدأ فيلمنا في واحدة من الغابات وبنشوف مجموعة من القرود بتتمشى عادي، لكن فجأة بيقفوا لأنهم حسوا إن في حد بيراقبهم، وفجأة بيهجم عليهم مجموعة من الصيادين وبيجروا وراهم في الغابة. مجموعة من القرود بتهرب، لكن الصيادين بيقدروا يصطادوا أكتر من قرد، وبنعرف إنهم بياخدوا القرود لمنظمة علمية بتعمل تجارب على القرود لتصنيع العلاجات. وبنشوف القردة براست إيز وهي في المنظمة ومعاها الدكتور فرانكا، واللي بيختبرها على حل هرم الذكاء. وبيوصل عنده الدكتور جون صاحب العقار اللي اتحقنت بيه القردة، وبنعرف انه رفع مستوى ذكائها جدا لدرجة انها بتحل الهرم في اقل من 15 ثانية، وده اول رقم توصل له من شهور. بيفرح جون بالخبر وبيعرف ان العقار بدأ يشتغل ويرفع مستوى الذكاء، وبيجري على ستيفن صاحب المنظمة وبيعرفه باللي حصل، لكن ستيفن بيقول له ان لسه ما شافوش اضرار جانبية ليه، وبينصحه يستنى شوية باختبارات البشر. لكن جون بيعرفه ان القردة ما ظهرش عليها اي اعراض غريبة، وكمان هادية جدا وحلت الهرم لاول مرة بسرعة جدا. بيوافق ستيفن انه يعمل له اجتماع ويقنع فيه المستثمرين بعقاره الجديد علشان يمولوا المشروع، لكنه بيحذره ان الشغل ده قائم على العلم مش المشاعر، وهنعرف هو قال له ليه كده لما تكملوا معايا شويه كمان. بنشوف بعدها المستثمرين متجمعين واللي بيشرح لهم اهميه العقار واللي بيعالج اصعب مرض في العالم وهو الزهايمر. بيبدا يشرح لهم اهميه العقار وطريقته في احياء الخلايا اللي ماتت في المخ واللي بسببها بيحدث الزهايمر، وبيعرفهم انه عمل اختبارات على واحد من القرود واللي بعد شهور من تطوير العقار ادى النتيجه المطلوبه. لكن ما كانش يعرف في الوقت ده ان فرانك بيحاول يسيطر على القرده اللي كانت متعصبه جدا وما حدش قادر يوقفها، وللاسف بتعض الحارس وبتهرب منهم، وفوق كل ده بتكسر ازاز اوضه الاجتماعات. وبيشوف المستثمرين اللي حصل وطبعا بيهربوا، واللي مش بيقدر يسيطر عليها هو كمان، وللاسف الامن بيقتلها، واللي بيقف مصدوم قصاد اللي حصل. وطبعا ستيفن بيشيله نتيجه تجربته بانه حذره من الاعراض الجانبيه، وبيطلب من ويل ينظف الفوضى اللي حصلت، لكنه مش بيقف لحد كده وبيؤمر بوقف العقار تماما وقتل كل القرود، رغم ان فرانك حاول يترجى كتير انه ما يقتلهمش، لكنه صمم على قتلهم وقال له يختار طريقه يقتلهم بيها رحيمه والا هيتصرف هو معاهم بطريقته. اما ويل حاول يقنع ستيفن كتير انه ما يوقفش الاختبارات على العقار لانه فعلا فعال واكيد حصل حاجه عصبت القرده، بس ويل لامه لانه خسر 5 سنين بيصرف فيهم على تجاربه وحقه يرفضه. بس هو مش هيعمل كده وبيقول له يرجع للاختبارات من تاني ويعرف الخلل فين وينسى انه يجربه حاليا على اي حد. بيرجع ويل عند فرانك وبيتفاجئوا بقرد صغير في اوضه القرده، وبيعرفوا انها كانت بتدافع عن ابنها مش العقار السبب. فرانك بيطلب من ويل ياخده معاه لحد ما يشوف له محميه، لان قريب فرانك من الامن واكيد هيبلغ ستيفن لو اخده معاه. ويل كان متردد ياخده، بس فرانك ساب له اخر حقنه وقال له ياخد القرار انه يقتله او يسيبه، وبيضطر ويل انه ياخده معاه البيت وكمان مخبيه في صندوق واخده للبيت. بيوصل ويل البيت وبيطمن على باباه من الممرضه اللي بتقعد معاه لان باباه مصاب بالزهايمر، وده سبب اللي خلى ويل عايز يخترع دواء للزهايمر. المهم بيعرف منها ان حالته مستقره، ولما بتشوف الحيوان معاه بتقول له انه هيساعد باباه شويه. بيدخل ويل بعدها لباباه اللي كان بيعزف على البيانو لانه مدرس موسيقى، بيطلب من باباه يجي معاه يوريه حاجه، وبيفرجوا على القرد اللي لسه مولود وبيتعلق بيه جدا، وبيقول له يخليه عنده وبيسميه سيزر. بالليل بيسمع ويل صوت سيزر بيعيط، فبيقوم يقعد بيه في الحمام وبيفتح الميه علشان الجيران ما تسمعش الصوت ويبلغوا عنه. وبيهتم ويل بالقرد لدرجه انه بيتعلق بيه جدا. والصبح تشارلز بيسال ويل عن مفتاح عربيته، لكن ابنه بيفكره انه ما بقاش يسوق، وبيطلب منه ويل ياكل سيزر ويهتم بيه لحد ما يرجع من شغله. وبتعدي الايام والسنين وبيكبر سيزر وبيبقى عنده 3 سنين، وبنشوف انه بيتعامل في البيت عادي وله اوضه لوحده كمان، وبيكون لسه ويل بيعمل عليه تجارب. وبنعرف ان العقار اللي اتحقنت بيه الام اتنقل لسيزر، وده السبب اللي خلاه ذكي جدا وبيظهر عليه علامات الذكاء بسرعه. لكن حاله تشارلز بتتدهور عن الاول، والممرضه بسبب اللي حصل بتعرف ويل انها مش هتقدر تكمل معاه، والحل الوحيد انه يدخل مصحه عقليه وبتسيب الشغل. هنا بيقرر ويل قرار خطير وبيسرق من العقار اللي في المنظمه علشان يحقن بيه باباه، وفعلا بيرجع البيت وبيحقن والده على امل انه يتحسن تاني. بيصحى ويل مش بيلاقي باباه في الاوضه، وبيتفاجئ انه بيعزف تحته كانه ما كانش عنده زهايمر. بيفرح ويل وبيفحص باباه
علشان يتأكد انه بخير، وتشارلز بيفرح لانه ما بقاش مريض، وبيدوروا على سيزر علشان يعرفوه اللي حصل، لكن بيسمعوا جارهم وهو بيضربه، وكان سيزر خايف وكان بس عايز يجرب عجلة بنت جارهم، وللأسف بيتجرح سيزر، وبيقول تشارلز لويل يكشف عليه ضروري، وبياخدوا سيزر لعيادة بيطرية في حديقة الحيوان وكان مخبيه، بتكشف عليه الدكتورة وبتطمنه انه هيبقى كويس، بس سيزر بيكلم ويل بلغة الإشارة وبيقول له يعزمها على الغدا، وهي بتستغرب ان ويل علمه لغة الإشارة وبتقول له انه ذكي، وبعدها بتروح بيت ويل وبتتعرف اكتر على عائلتهم، وبتسأل ويل عن سبب ذكاء سيزر، بيعرفها ان السبب جينات والدته، بتعرفه كارولين انه بناله بيت حلو بس قريب هيكبر ولازم يتعرف على القرود اللي زيه، وبيفكر ويل انه ياخده للغابة اللي قرب الجسر، وبيروح هو وكارولين هناك، بس ويل كان خايف يسيبه، لكن كارولين بتشجعه وبياخد سيزر الإذن منه وبينطلق في الغابة بين الأشجار، وبيعدي من الوقت ده 5 سنين وسيزر كبر وبقى قرد بالغ، وظهرت غيرته من كارولين على ويل، بعدها بيمشي وكان ويل لسه بيربط سيزر، ودي حاجة ضايقته خصوصا لما شاف كلب لابس طوق زيه ومرضيش يركب في شنطة العربية، فبيسأله ويل لو هو كويس، بيسأله سيزر لو بيعتبره حيوان أليف، لكن ويل بيقول له انه بيعتبره ابنه، وبيكون سيزر عايز يعرف اصله ايه، فبياخدوا ويل للمنظمة اللي اتولد فيها وبيعرفوا ان والدته ماتت هنا وانها كانت حيوان تجارب، وبيتصدم سيزر وكمان كارولين اللي ما كانتش تعرف الحقيقة دي، وبترجع معاه البيت وبتطلب منه يشرح لها اللي حصل ولو الكلام ده حقيقي، بيعرفها ويل على العقار اللي استخدمه في تجاربه وانه ساعد والده انه يخف ويرجع لطبيعته. وفي يوم كانت العيلة بتفطر ولاحظ ويل على باباه انه مش طبيعي، وكمان سيزر اللي علمه يمسك المعلقة، بعدها ويل عمل له تحاليل وعرف ان جسمه بدأ يحارب المصل وقريب هيرجع لحالته القديمة، ومش كده بس الأسوأ ان حالته هتزيد سوء. وفي يوم كان تشارلز في البيت وبيخرج منه ويل ومش بيكون في البيت، وبيركب تشارلز عربية جاره وبيفضل يخبط فيها لانه مش عارف يسوق وكمان فاكرها عربيته، بيخرج الجار على صوت الخبط وبيخرج تشارلز منها، وبيتعصب عليه لانه مسافر والعربية باظت، وهو بيزعق لتشارلز وبيشاور له بصباعه وسيزر بيشوفه، وبيخرج يهاجم الجار اللي بيحاول يهرب منه، بس سيزر ما سابوش وطلع يجري وراه وضربه وهرب الجار تاني، بس سيزر وراه لحد ما مسكه وعض صباعه اللي كان بيشاور بيه لتشارلز لحد ما نزف والمنطقة كلها اتلمت على سيزر. وقتها فاق لنفسه وحس انه عمل غلط كبير وراح يحضن تشارلز من خوفه، بس الناس كانت خايفة منه، وبعدها اخدوه على حبس الحيوانات. بياخدوا سيزر على حبس خاص بالحيوانات، وبيوصل ويل اللي بيقول لهم يسيبوه لانه مش مؤذي، وكان سيزر متضايق من الطوق اللي على رقبته وطلب من ويل يفكه، وويل طلب منهم يشيلوه، لكن صاحب المكان رفض وقال له لما يدخل جوه، ودخلوا سيزر في مكان يشبه البرية بس صناعي، وطمنوا المدير انه هيخرج بمجرد ما يجيله اذن الافراج عنه. بيودعوا ويل وبينصحوا المدير ينجز لان الوداع الطويل وحش عليهم. بيمشي ويل بس قبلها بيوعد سيزر انه هيخرجه قريب جدا. اما ويل بعد ما بيمشي واحد اسمه توني وبيبقى ابن صاحب المكان بيكلم سيزر وبيقول له انه يقدر يخرجه، وبيصدقوا سيزر وبيمشي وراه، لكنه بيضحك عليه وبيحطه في قفص اصغر وبيقول له انه غبي. بعدها بيخاف سيزر من القرود اللي عماله تصرخ. اما ويل بيروح للمنظمه اللي حبست سيزر وبيطلب من الموظفه تخرج سيزر، بس هي بتعرفه ان ده مش هيحصل قبل 3 شهور. بيرجع ويل للبيت وهو متضايق وبيتابع حاله والده اللي بقت اسوأ من الاول وفقد الامل انه يرجعه تاني، وكارولين بتطمنه انه يقدر يطور العقار ويجربه تاني. بيرجع ويل للشركه تاني وبيطلب من ويل يرجع اختبار العقار تاني، لكنه بيرفض وبيقول له ان الموضوع ده اتقفل لان العقار فشل. بس ويل بيصدمه ان العقار فعال واثبت فعاليته 5 سنين مع والده، وبيتفاجئ ستيفن ان ويل جربه على والده. اول ما ستيفن بيسمع ده بيتفاجئ وبيجري يساله ايه اللي حصل. بيعرفه ان العقار فعال، بس بعد 5 سنين والده انتج فيروس ضده، بس 5 سنين فتره كويسه لاثبات ان العلاج فعال. ستيفن بيقول له يبدا تجربته على القرود ويعرفه السبب ايه، وبيوافق ستيفن على انتاج العقار مره تانية، خصوصا بعد ما عرف انه بيطور من ذكاء الانسان وادائه. اما عند سيزر فكان بيعيش اسوأ ايامه بسبب توني اللي بيعامله بوحشيه، ومش هو وبس، ده بيعامل كل القرود بالشكل ده وبيرشه بالميه جامد لدرجه انه بيأذي سيزر. ومن شوق سيزر للبيت بيرسم شباك بيته على الحيطه وراه. اما عند ويل بدا اختبارات العقار من جديد على قرد اسمه كوبا، ولكن اثناء ما هم بيجهزوا للعقار بيتحرك جامد. ده بيتسبب ان في عقار بيتسرب للخارج، وكان فرانك مش لابس الماسك الخاص بيه. بسبب ده بيدخل له بعض العقار ومحدش يعرف لسه تأثيره عليه ايه. نرجع لسيزر اللي كان مع باقي القرود بيلعبوا، بس في قرد
بيضطهد وبيضربه وبيقطع لبسه، وعلشان يفضوهم بيضربهم توني بالرصاص المخدر. في الوقت ده كان ويل مستني نتيجة العقار على كوبا علشان يبدأوا في إنتاجه. أما سيزر بيكون صداقة مع قردة سيرك واللي بتكون اتعلمت لغة الإشارة من البشر، وبتقول له ما يحاولش يظهر ذكائه هنا لأن البشر مش بيحبوا الأذكياء، وبتشاور له على قفص قرد قتلوه لأنه كان أذكى منهم. تاني يوم بيوصل ويل عنده واللي كان وحشه جدا، وسأله لو هيروح معاه ويل، قال له لسه شوية. زعل سيزر، ولما ويل شافه متصاب عرف ان اللي أذاه توني، فراح وهدده ان لو لقاه في حاجة هيقتله، والاتنين بيتخانقوا مع بعض بس المدير بيفضهم. اما سيزر بيرجع الزنزانة، ومن غضبه انه مش هيرجع مع ويل بيمسح الرسمة اللي على الجدار، وبيقرر سيزر انه يبقى زي باقي القرود ويبدأ يدرس المكان كويس علشان يهرب منه. بالليل بيجيب ويل لاصحابه يتفرجوا على القرود، وبيكهرب الاقفاص علشان يخوفهم ويفرج صحابه عليهم، بس سيزر مش بيعجبه ده وبيقف يبص له، بيخاف توني منه. وبيقدر سيزر انه يسرق سكينة من واحد صاحب توني اللي بياخد صحابه وبيمشوا لما حس ان سيزر مش طبيعي. اما سيزر قدر يفتح الصندوق وخرج لمنطقة اللعب وخرج الغوريلا الضخمة، ودي عمرها ما خرجت من القفص ولا مرة. بيكون غرض سيزر من ده انه يكسب ولاءه. بيقدر فعلا سيزر انه يكسب ولاءه له، بيخرج القرد اللي ضربه قبل كده، وبيعرفه انه هو والغوريلا الضخمة اتحدوا من الاخر، وبيعرفوا مين القائد. القرد بعدها بيسلم ليه وكل القرود بتشوف اللي حصل. نروح لويل اللي بيحاول يحقن باباب العقار لكنه بيوقفه. وبينام ويل جنبه لحد الصبح، بس بيلاقيه مات وبيكون الزهايمر قضى عليه. بيرجع ويل الشركة علشان يوقف انتاج العقار بعد ما عرف ان ستيفن بيعمل تجارب من وراه. بيرفض ستيفن يوقف الانتاج، وويل بيهدده انه هيبلغ عنه، لكن ستيفن بيقول له انه هو اللي هيبلغ عنه لانه جرب العقار على البشر وبيطرده من الشركة. بس ويل قال له انه هيبلغ عنه برضه ومش عايز يكمل شغل معاه، لكن ويل ما تحملش خسارة والده وسيزر، علشان كده قرر يروح الحبس يخرج سيزر. بيوصل جون لمحمية الحيوانات وبيرمي لصاحبها ظرف فلوس، وبيسأله الراجل لو بيحاول انه يوقعه، لكن جون بيطلب منه يخرج سيزر. بيقول له الراجل انه مش من البشر، يعني خطر لو خرج، بس جون بيسأله تاني لو هيخرجه ولا لا، وبيشاور له على الفلوس. فبيفهم الراجل قصده، بيحط ورقة فوق الفلوس واللي معناها انه وافق. بياخدوا ابنه بعدها القفص سيزر، وبيكون مديله ظهره. بيطلب منه جون يجي معاه، وكان فعلا هيروح، لكن بمجرد ما شاف السرج مع جون رجع في كلامه وقام وقفل القفص، وجون كان فاكره هيروح معاه. بيستغرب جون من تصرفاته، وبيقول له انهم هيرجعوا البيت تاني، بس سيزر بيلف له ظهره ومش بيرضى يروح معاه. وبيكلمه صاحب المحمية وبيعرفه ان دي اشارة انه بيفضل يعيش مع بقية جنسه، وبيضحك ابنه عليه، وكان شمتان في جون وسيزر. سيزر رغم حزنه الا انه ما قبلش على كرامته يرجع تاني يعيش معاه، وجون مش بيكون عنده حل غير انه يمشي. بنشوف سيزر وهو بيبص على قفص الغوريلا الضخم وشكله بيفكر في حاجة. بعدها بنشوفه واخد بسكوت ابن المدير وبيدي منه القرد تاني وبياخدها القرد. بعدها سيزر بيفتح له الباب وبيأمره يوزع منها على كل القرود التانية علشان يثبت لهم انه بقى منهم ويكونوا اوفياء ليه. بالنهار بيخرجوا للعب، وبتكلموا قردة السيرك وبتسأله بيعمل كده ليه، يعني عايزة تعرف ليه بيجمع القرود مع بعض. بيجيب لها عصاية وبيقول لها ان قرد لوحده ضعيف، انما القرود سوا اقوياء، لكن هي بتعرفه ان اللي بيعمله ملوش فايدة لان القرود اغبياء. هنا بتيجي لسيزر فكرة وهنعرفها كمان شوية. بيشوف سيزر الحارس وهو بيقفل القفص بالرمز وبيقدر يحفظه، وبالليل بيخرج من المحمية بكل سهولة لانه حافظ المخارج والمداخل. بيروح على بيت جون، وهناك بيلاقيه نايم مع فيكي ومبسوط، فبيدخل اوضته وبيسرق منها علبتين من العقار اللي اتحقن بيه قبل كده، وبيرجع المحمية وبيفتحهم وبيرميهم وسط القرود. وهي دي الفكرة اللي جات له انه يخلي القرود اذكياء زيه. بيستنى طول الليل ومنتظر اللحظة اللي هيصحوا فيها وهيعرف نتيجة اللي عمله، وكان واضح من عادته انه بيقلد البشر جدا. تاني يوم بالنهار بيخرجوا للعب، وسيزر كان بيبص في عين كل واحد منهم وبيشوف الهالة البيضة اللي في عينيهم، وبيعرف ان العقار اشتغل. بيجمع سيزر القرود حواليه وبيعرفهم خطته، وبيشوفهم المدير وبيستغرب من اللي بيحصل، فسيزر بيفضهم علشان محدش ياخد باله من اللي بيعملوه. في الشركة كان تصنيع العقار الجديد شغال وبسرعة جدا، اما عند فرانك ما كانش حد يعرف اللي حصل له بسبب العقار، وبتلاقيه جارته ميت في بيته بعد ما نزف من كل وشه حرفيا، وكان شكله وحش جدا، والظاهر ان العقار ما بينفعش للبشر. عند توني كان بيتأكد ان كل القرود في الأقفاص، لكنه بيتفاجئ ان سيزر بره قفصه وبيستغرب، وبيتصل على رودني علشان يجيله بالبندقية لو حصل له حاجة يلحقه، وفعلا راح له. وقتها كان توني بيحاول يدخل سيزر وبيستخدم عصاية الكهرباء وبيتعامل معاه بعنف،
وبيضربه، وبيفضل توني يقول له لو عرف هو مين الرئيس دلوقتي. بس كل القرود بتبدأ تتحرك وبيصرخوا، وبيخاف توني اللي اتصدم ان سيزر مسك ايده ووقفه عن ضربه. لكن مش بس كده، ده اتكلم وقال له لا. رودني كان واقف واتصدم من اللي حصل وما قدرش انه يضرب سيزر من الخضه. اما توني ما كانش عارف يعمل ايه، ولو القرد فعلا اتكلم بيضربوا سيزر وبيحبسه في واحد من الاقفاص وبيفتح لكل القرود واللي بيتلموا على رودني وكانوا هيقتلوه. لكن سيزر بيوقفهم وبيسحبه وبيدخلوا قفص ده لان رودني كان طيب معاهم، وفضل رودني مكانه ما اتحركش. لكن الغبي توني فتح القفص ومسك عصايه الكهرباء وهدد بيها سيزر. لكن سيزر كان ذكي واخد خرطوم الميه وضربه في توني اللي شغل العصايه في نفس الوقت، وللاسف اتعرض لصدمه كهربائيه ادت لحرقه ومات طبعا. كل ده قدام رودني اللي مصدوم جدا من اللي حصل ومش عارف لو كان الدور عليه. لكن سيزر بياخد القرود وبيخرج للمدينه، وكانت خطته انهم يرجعوا الغابه وطنه الحقيقي. بس قبل كل ده لازم يحرر كل القرود اللي في الحديقه واللي في شركه ستيفن. عند ويل بيجي له تليفون علشان يروح للحبس بتاع سيزر، وهناك بيقابل رودني اللي عرفه ان القرد اتكلم، وبيستغرب ويل، ولكنه بيلاقي العبوتين اللي اتسرقوا من بيته، وبيعرف ان سيزر ادى العقار لباقي القرود. في المدينه كانت القرود وهم بيتحركوا كان الشارع بيتعرض لزلزال لدرجه ان الشجر وقع من كتر القرود. بعدها اتجهوا لشركه ستيفن وكسروها، وكل الموظفين هربوا وخرجوا كل القرود اللي بيعملوا عليها تجارب. بيكون لسه ستيفن واصل ومش عارف اللي بيحصل في شركته، ولما بيدخل بيتفاجئ من المكان انه متكسر، وبيبص فوق وبيلاقي الشركه كلها قرود. بيخاف وبيهرب بسرعه، ولحسن حظه كانت الشرطه وصلت، وركب ستيفن في الهليكوبتر وطلب من الشرطي يتحرك بسرعه لان الشركه كلها متحاصره بيهم. بيتفق مع الشرطه بمجرد خروجهم من الشركه يقتل القائد بتاعهم اللي هو سيزر. بعد ما القرود بتخرج بتروح على حديقه الحيوانات وبتهرب كل القرود اللي هناك، وبيتجه بيهم كلهم ناحيه الجسر لانه عايز يروح الغابه. بس الشرطه بتحاصرهم وبتبدا تهاجمهم وبتمنع وصولهم للغابه. لكن سيزر بيدي الامر للقرود انها تتحرك وتهاجم الشرطه، وبيستخدموا اغطيه البلاعات علشان يهاجموا الشرطه، وما كانش هدفهم ابدا انهم يأذوا حد انما يخرجوا من المدينه. بنشوف واللي بعدها في نفس المكان وعايز يوصل لسيزر لانه فهم خطته، وبسبب اللي حصل المواصلات وقفت والعربيات سدت الطريق. ولما سيزر شاف اللي حصل ادالهم الاشاره انهم يوصلوا للغابه عن طريق الجسر من تحت. في نفس الوقت كان ستيفن طلب من الشرطي ان يجهز سلاحه ويقتل سيزر، وكل القرود بعدها هتستسلم. واللي بيفهم خطه الشرطه وبيقول لكارولين انه لازم ينقذ سيزر، بس ده كان صعب، وكارولين ساعدته انها شتتت الشرطه عنه وعملت نفسها هتنط من فوق الجسر لحد ما ويل عدى منهم. عند الشرطه كانت وصلت بالاحصنه للجسر، لكن القرود قدرت انها تستولى عليهم، ومنهم القرد الضخم اللي كان هيقتل واحد منهم بس سيزر منعه، وطلب منهم انهم يقلبوا الاتوبيس علشان يحميهم من رصاص الشرطه. وفعلا خطتهم نجحت وساعدتهم لحد ما وصل كوبا وهو راكب على حصان وضرب الشرطه. بعدها طياره ستيفن بدات تضرب على سيزر رصاص وهرب منهم، بس الغوريلا الضخم شافه ونط على الطياره وقدر انه يوقعها، بس للاسف مات وسيزر ودعه. اما ستيفن فكان لسه عايش، وسيزر راح له طلب منه ستيفن المساعده، لكنه سابه ولسوء حظه كوبا اللي جاله هم ليهم تاريخ وحش سوا. وستيفن لما شافه قال له بلاش انت، وفعلا كان عنده حق لانه زق الطياره ووقعت في الميه ومات. بعدها اتحركت كل القرود للغابه، بس وصل لهم ويل اللي فضل ينادي على سيزر، لكن كوبا هاجموا ولحقوا سيزر على اخر لحظه وامروه يمشي بعدها. ويل طلب من سيزر يرجع معاه للبيت، لكن سيزر كلمه لاول مره وقال له انه في البيت دلوقتي، وبيطلب منه الاذن علشان يمشي، وبيسيبه واللي يمشي مع باقي القرود لان دي بيته الاساسيه ولازم يرجع ليها. لكنه بيكون حزين جدا على فراقه لانه اتعلق بيه جدا. بتعدي السنين بعد كده، وبنشوف في الاخبار المذيعه بتتكلم عن فيروس خطير بيصيب الناس، وبيقولوا ان نسبه الشفاء منه صغيره، وعلشان كده اي حد بيظهر عليه الاعراض بتاعه الفيروس لازم يعزل نفسه عن الناس علشان ما يعديش غيره ويسبب لهم اذى. وبيتكلموا كمان ان الفيروس ده لما عملوا عليه اختبارات كانت على القرود اللي اتحولوا فجاه وبقوا عدوانيين بشكل كبير، وبسبب كده ما بقوش عارفين المخاطر بتاعته. وبتطلب الحكومه من الناس انهم ما يختلطوش ببعض ويفضلوا عازلين نفسهم عن الباقيين علشان ما يعرضوش زمايلهم وحبايبهم للخطر. بننتقل بعد كده المكان وسط الغابه، وساعتها بنشوف سيزر ملك القرود اللي لو تفتكر شويه في الجزء الاول انه كان قرد صغير بيتعمل عليه تجارب من البشر، وبسبب التجارب دي اتحول لقرد ذكي جدا. حتى كمان صاحبه استفاد منه كتير وعلمه لغه الاشاره،
البشرة، فبقى قرد بيعرف يحكم بعقله كمان يتكلم لغة غير اللغة العادية. بس سيبك من ده كله، لأن سيزر اكتسب قوة كبيرة جدا قدر من خلالها انه يجمع القرود حواليه وعمل جيش كبير يقدر يواجه بيه اي حد، بس مرتاحوش وسط البشر، وعلشان كده عزلوا نفسهم وسط الغابة علشان يبقوا في امان طول الوقت. وبنشوف سيزر وهو بيقود الجيش بتاعه في عملية صيد، لانه عاوز يصطاد غزلان وياكلوا منها وكده، وبيقسم مجموعات كتير تلف حوالين القطيع، فبتجري الغزلان من قدامهم لحد ما واحدة منهم بتقع على الارض. سيزر كان اتجوز وخلف وكان واخد ابنه معاه للصيد علشان يعلمه، بس فجأة لقى دب عملاق واقف قدام ابنه، فجري بسرعة عليه علشان ينقذه، لكن الدب كان ضخم وجرح ابنه في جسمه. ولما قرد تاني اسمه كوبا شاف اللي بيحصل جري بسرعة وهجم على الدب وقتله بالرمح بتاعه. بعدها سيزر شكره وراح يطمن على ابنه اللي كان متعصب جدا علشان اول مهمة يطلع فيها بينجرح بالشكل ده، وما بيبقاش عاوز يتكلم مع باباه علشان ما يحسسوش انه ضعيف. بعد عملية الصيد دي بياخد سيزر الجيش بتاعه وبيرجع على البيت اللي بنكتشف انه عامل محمية كبيرة ليه ولزمايله يعيشوا فيها. وهناك بنشوف قرد عملاق من بتوع السيرك، لكنه بقى ذكي جدا، وعلشان كبير في السن وذكي هو كمان كان سيزر بيحبه وبيستشيره في كل حاجة، وساب له كمان الاطفال علشان يعلمهم دروس بصفته قرد كبير ومش هيقدر على الصيد وكده، وحاجة كده في منتهى الانسانية بس بمعنى القرود. بنشوف القرد ده وهو بيعلم القرود اهم درس في حياتهم، وهو انهم ما يقتلوش قرد زيهم ابدا مهما حصل، ويعرفوا دايما انهم هيفضلوا اخوات وهدفهم واحد انهم يحموا بعض. لما بيرجع سيزر من رحلة الصيد بيجيله قرد تاني نادي عليه بسرعة، فبيجري سيزر وبيطلع للبيت بتاعه اللي بنشوف وقتها قرود كتير متجمعين حواليه، فبنعرف ان مراته تعبانة جدا علشان حامل وبتولد، وما فيش ولا قردة قادرة تساعدها، ومستنيين الفرج من عند ربنا. بيدخل سيزر وهو قلقان جدا على مراته وبيحاول يطمن عليها، فبيلاقيها ولدت له قرد صغير، فبينادي على ابنه الكبير علشان يجي يبص على اخوه. وبعد ما بيخلص بيخرج يقعد مع صاحبه ميمو، وبيكون باين عليه انه متضايق جدا، فبيحس ميمو انه لسه بيفكر في البشر اللي اتربى عندهم. ولما بيسأله بيعرفوا سيزر ان وقت طويل عدى على الموقف ده، وهو كل اللي فاكره معاملتهم الكويسة معاه، وبيبان قد ايه سيزر مفتقد الحياة بتاعته القديمة. فبيقول له ميمو انه ما يعرفش البشر زي ما هو يعرفهم، لانه الوحيد اللي عاش وسطهم وتعامل معاهم، وهو كل اللي شافه منهم الوحش بس. فبيقول له سيزر ان الحلو والوحش موجود في كل مكان، وبيطلب منه ينسى اللي حصل له زمان ويفكر في اللي جاي، وخاصة انهم دلوقتي بقى عندهم بيت ومملكة يقدروا يعيشوا فيها بعيد عن الدوشة دي، وبسبب انهم ما شافوش بشر من زمان فبيفكر سيزر انهم انقرضوا، لانه ما عادش بيقابل حد منهم خالص في اخر 10 سنين. بعد شوية بنشوف ابن سيزر الكبير وهو بيصطاد في البحر وواخد معاه صاحبه إيش، ولما بيخلصوا بيمشوا في الغابة علشان يرجعوا، بس إيش بيسأله عن اللي حصل له النهاردة من الدب، فابن سيزر بيقول له ان الدب كان ضخم وما كانش يقدر يقف قدامه لوحده. وفجأة وهم ماشيين بيلاقوا واحد من البشر قدامهم، فبيحاول الراجل يطمنهم علشان ما يعملوش حاجة غلط معاه، وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب نار عليهم، فالرصاصة بتيجي في إيش اللي بيقع على الأرض مصاب. في نفس الوقت بيسمع سيزر صوت الرصاصة فبيقوم مفزوع، وساعتها بيلاقي القرود كلهم متضايقين ومستغربين. بنرجع تاني لابن سيزر اللي بيكون واقف قدام الراجل اللي بينادي هو كمان على زمايله علشان يجوا يساعدوه، فبيجي مجموعة كبيرة من البشر وهم ماسكين سلاح، بس على ما بيوصلوا بيكون سيزر وجيشه وصلوا للمكان هم كمان، وطبعا سيزر عنده جيش كبير بيلفوا كلهم حوالين البشر، فالبشر بيخافوا منهم جدا لانهم كتير ومش هيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. لكن القرود بتكتشف ان إيش اتصاب، وساعتها بيتعصبوا جدا وعاوزين ينتقموا من البشر، بس سيزر بيطلب منهم يستنوا. فبيتكلم واحد من البشر اسمه مالكوم مع سيزر، وبيحاول يفهموا انهم مش جايين هنا علشان يسببوا لهم مشاكل، وانهم جايين في سلام، وعلشان يثبت له ده بينزل السلاح بتاعه. لكن سيزر كان متضايق، ومرة واحدة بيطلب منهم يمشوا وبيتكلم زيهم، فبينصدم مالكوم لانه اول مرة يشوف قرد بيتكلم، وطبعا كلهم بيخافوا وبيهربوا من المكان بسرعة. فسيزر بيأمر كوبا انه ياخد مجموعة معاه ويروحوا يشوفوا مكان البشر فين، وطبعا كوبا ما بيأخرش طلب وبياخد رجالته وبيجروا وراهم، وبيفضلوا ماشيين وراهم لحد ما بيوصلوا لجسر عالي، وهناك بيكتشفوا مدينة كبيرة للبشر ومستخبيين فيها. اما مالكوم
فبيرجع بسرعة للمدينة وبيطلب من الزعيم انه يتكلم معاه، وبيعرفه انه راح بص على السد ولقاها هيتصلح، بس هياخد وقت مدة اسبوعين كده، لكن عندهم مشكلة ومش هينفع يقوله عليها هنا، وبيطلب منه يركب معاه علشان يروحوا يتكلموا. وهم ماشيين بالعربية بيحاول مالكوم يشرح اللي شافه، وبنعرف ان دري هو الزعيم بتاعهم في المدينة، وهو اللي يملك الحق في السيطرة على كل حاجة ومن ضمنها السلاح. المهم بيبدأ مالكوم يقوله على سيزر وانه مختلف عن بقية القرود اللي شافهم، وخاصة انه بيتكلم زيهم، ودي حاجة فريدة في القرود. طبعا دري بيبقى مفكر انه اتجنن، لكن كل المجموعة بيبقوا مصممين على نفس الكلام، وبيبقوا خايفين جدا لان اللي شافوه من قوة جيش القرود مش شوية، وخاصة انهم منظمين وما بيتحركوش غير بأمر الزعيم بتاعهم. فبيطلب منهم دري انهم ما يقولوش لحد على اللي شافوه علشان ما ينشروش الخوف والقلق وسط الناس، ويكتموا على الموضوع لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. في نفس الوقت بيوصل كوبا للمدينة وبيشوف البرج العالي بتاعها، فبيعرف ان البشر عندهم قوة كبيرة، وبيرجع على طول لسيزر يحكي له اللي شافه. في نفس الوقت كان ميمو قاعد بيبص على اللي البشر نسيوه، وبيشوف رسومات كتير جدا واشكال حلوة. اما كوبا فكان كل اللي همه انه يقنع سيزر يهجموا على البشر لانه خايف يقتلوهم كلهم، وبيدور كلام كتير جدا بين القرود، وبيحاول كوبا يقنع الكل بكلامه، فالصوت بتاعهم بيعلى جدا ومحدش فيهم بيسمع كلام كوبا، وبيقرروا يستنوا سيزر هيقول ايه. فبيزعق سيزر فيهم وبيرفض كلامهم، وبيعرفهم انه خايف عليهم اكتر من اي حد لانه عارف قدرة البشر، وخاصة انه عاش وسطهم قبل كده، وانه لو دخل في حرب معاهم ممكن يخسروا كل حاجة وقرود كتير منهم هتموت. وبيطلب منهم يدوله مهلة لتاني يوم على ما يفكر ويبقى يقول لهم على قراره. فبيضطر كوبا انه يسكت لانه بيخاف من سيزر، وبيخليه واقف لوحده، وبيروح يقول له على اللي حصل له من البشر زمان، وبيعرفوا انهم بيحبوا الدم والقتل، وعذبوه قبل كده لدرجة انهم شوهوا وشه وسجنوه مدة طويلة ما كانش بيشوف فيها الشمس، وبيطلب منه يوري لهم قوة القرود بقت عاملة ازاي. فبيطمنوا سيزر انه هيعمل اللي شايفه مناسب ليهم كلهم، وبيجمع الجيش بتاعه كله وبيمشي في موكب ضخم، وبيروح للمدينة بتاعة البشر علشان يثبت لهم قد ايه هم اقوياء، ولو فكروا يواجهوهم فهيموتوا كلهم، وبيبقى هدفه انه يخوفهم منه ومن جيشه علشان ما يفكروش يقربوا من الغابة بتاعتهم. لما دري بيشوف عدد القرود بيعرف انه ما قدرش كلام مالكوم، وبيقول له انهم اكتر من اللي حكاله عنه. فبينزل مالكوم علشان يقابل سيزر ويتكلم معاه، وساعتها سيزر بيتقدم وبيتكلم مع كل اللي واقفين في مشهد بيخلي كل البشر يخافوا طبعا لانهم اول مرة يشوفوا قرد بيتكلم. فبيعرفهم سيزر ان كل واحد فيهم ليه المكان بتاعه اللي مش مسموح للتاني انه يدخله، وبيخلي ابنه يديله الشنطة اللي نسيوها في الغابة، وبيهددهم انهم لو فكروا بس يدخلوا الغابة فهتقوم حرب كبيرة بينهم، وهم مش مضطرين يعملوا كده علشان الاتنين هيموت منهم عدد كبير. وبيطلب منهم ما يقربوش من الغابة بتاعتهم علشان يفضلوا في سلام دايما، وبعدها بيمشي ويسيبهم. وبسبب اللي حصل ده البشر بيبقوا خايفين لان المدينة بتاعتهم مش مؤمنة كويس، وممكن القرود تهجم عليهم في اي لحظة. فبيحاول دري يطمنهم وبيعرفهم انهم في امان طول ما عندهم الطاقة، بس للأسف دي هتخلص قريب، والحل الوحيد قدامهم هو السد، لان السد مش بس مصدر للطاقة، لا ده كمان الطاقة اللي هتطلع منهم هتساعدهم يطوروا من نفسهم ويمتلكوا كل حاجة وما يحتاجوش يدخلوا الغابة تاني. ولما بيخلص بيلاقي مالكوم مستنيه اللي بيعرفه ان كل الكلام ده مش هينفع كمان اسبوعين 3، وخاصة ان الطاقة اللي بيمتلكوها دلوقتي قربت تخلص، علشان كده ما قدامهمش حل غير انهم يصلحوا السد. وبيطلب منهم مهلة ل3 ايام يروح فيها يتكلم مع سيزر ويقنعه، لكن دري بيعرفه انه ممكن ما ينجحش، وخاصة انه هيدخل لبيتهم برجله ويقدروا وقتها يقتلوه بسهولة، ومن الاحسن ليهم انهم يحاربوا علشان يقدروا يعيشوا. بس مالكوم بيرفض الطريقة دي، وبيعرفوا انه هيعرضهم كلهم للخطر، لان القرود دول مش زي اللي كانوا بيربوهم في الجنينة، لا دول اذكياء جدا ومنظمين، وكفاية خالص ان عندهم قائد بيوجههم. بيقتنع دري بكلامه وبيقرر يسمع منه، بس بيشترط عليه انه يحاول 3 ايام بس، ولو ما قدرش يقنعه فلازم يدخلوا في حرب قصاده، والا
هيموتوا كلهم بعدها، وعلى الأقل لو ماتوا هم بيحاربوا فهيبقوا حاولوا، وبيبقى مطمن علشان عنده أسلحة كتير. فبيضطر مالكوم إنه يروح بنفسه وبيحاول يتكلم مع سيزر قبل ما المدة تخلص، وخاصة من اللي شافه فعارف إنهم هيخسروا الحرب لأنهم مش هيبقوا في قوة القرود، وبيبدأ يجهز نفسه علشان يرجع للغابة هو وأسرته. فبتروح مراته تتكلم معاه وبتبقى مش متخيلة إنه هيروح يتكلم مع قرد، وبتسأله هيعمل إيه، فبيعرفها إنه هيحاول وهيقول لسيزر الحقيقة يمكن يقتنع. فبتقرر مراته تروح معاه علشان توصله. بيوصل مالكوم للغابة وبينزل يمشي يدور على مكان سيزر، وبيفضل ماشي لحد ما بيلاقي المدينة بتاعته اللي بيلاقيها مؤمنة جامد. وأول ما بيدخل على البوابة بيلاقي غوريلا واقفة بتحرس المكان، فبيرفع ايده علشان ما يعملوش فيه حاجة وبياخده لسيزر. طبعا سيزر بيكون متعصب علشان رجع لهم تاني، وبيقف يشوفه وعاوز يقول ايه، لكن مالكوم اصلا كان خايف من رد فعلهم، وكل ما يحاول يقف علشان يتكلم بيقعدوه تاني. فبيعرف انه لازم يتكلم وهو قاعد علشان ما يحسوش ناحيته بخطر، وبيبدأ يتكلم عن السد وان كل اللي محتاجينه انهم يصلحوه، لان ده المصدر الوحيد اللي هيخليهم يعيشوا في امان، وساعتها مش هيرجعوا للغابة تاني ابدا ولا هيقربوا منها. لكن القرود كلهم كانوا متضايقين منه وبيتهموا انه كذاب وجاي يوقعهم في خطر، على عكس سيزر اللي بيفهم كلام مالكوم وبيقرر يوافق بس علشان يخلص من حجتهم. وبيروح معاه للسد اللي بيقول عليه علشان يشوفه. فبياخدوا مالكوم للسد وبيدخلوا جواه، وبيفضل يشرح له ازاي هيشغلوه وازاي هيولد لهم طاقة كبيرة يقدروا يعيشوا بيها، وبيترجى انه يسيبهم يكملوا شغلهم وساعتها مش هيتعرضوا لهم تاني. فبيوافق سيزر وبياخدوا لعيلته. ولما بيوصلوا للعربيات بيعرفهم مالكوم ان سيزر وافق على طلبه، بس اشترط عليه انهم يسلموا له اسلحتهم، وده الشرط الوحيد اللي هيخليه يحس بامان ويوافق على طلبهم. طبعا هم ما بيبقوش متخيلين انهم هيعملوا كده، وبيضطروا يسمعوا الكلام وبيسلموهم الاسلحه. فبياخدها سيزر وبياخد جيشه وبيرجع. لكن بالليل بنشوف كوبا وهو متضايق وبيبقى مستغرب ازاي سيزر وافق على طلبهم، وبيعرفوا انهم كده هيزودوا في القوه، ومن الاحسن انه يرفض طلبهم ويهجموا عليهم يقتلوهم، لانهم لو اخدوا الطاقه فهيقدروا يصنعوا اسلحه يقتلوهم بيها. فبيعرفوا سيزر ان ما قدامهمش حل غير انه يوافق، ومن الاحسن انه يجاريهم في الكلام ويمشي بمزاجه بدل الموضوع ما يقلب بحرب بينهم، وساعتها مش هيقدر يوقفها وهيموت عدد كبير منهم. وبيفهموا ان البشر هيصلحوا السد سواء كان بمزاجه او غصب عنه، فمن الاحسن يبقى بمزاجه وبشروطه علشان يحافظ على اللي بينهم. لكن كوبا بيتعصب وبيشاور على وشه وبيعرفوا ان البشر مش طيبين زي ما هو متخيل، وان مصيرهم يرجعوا يهجموا عليهم ويقتلوهم. كلامه ده بيخلي سيزر يتعصب عليه وبيقوم يقف قدامه. وقتها كوبا بيخاف منه وبيضطر يركع له وبيطلب منه يسامحه على اللي قاله. فبيقرر سيزر يسامحه، وخاصة انه بيحاول يدافع عنهم لكنه مش حابب الطريقة بتاعته، وده اللي مختلفين فيه قصاد بعض مش اكتر. فبيسيبوا كوبا وبيمشي وهو متعصب. اما القرود فبيبقوا بيتكلموا مع سيزر. بالليل بنشوف مالكوم وهو قاعد يذاكر، فبتروح له مراته وبتسأله هيعمل ايه مع بقية زمايلهم، فبيقول لها انه مش عارف غير انهم لازم يسمعوا الكلام علشان ما يعرضهمش للخطر، وخاصة بعد ما سيزر وافق مش عاوز يرجع في كلامه. على الناحية التانية بيروح سيزر يطمن على مراته اللي تعبانة جدا وبيبقى خايف عليها. وتاني يوم بيروحوا للمعسكر ياخدوا مالكوم واللي معاه علشان يروحوا للسد، فبيتحركوا كلهم من غير سلاح. اما كوبا فبياخد 2 قرود معاه وبيروحوا لمدينة البشر، وهناك بيفضل يفتش في المكان لحد ما بيلاقي مخزن كبير مليان اسلحة، وساعتها بينصدم وبينزل يبص عليها. بس الحراس بتوع المكان بيظهروا بيهددوه، فبيستغل كوبا ذكاءه وبيعمل نفسه عبيط وبيفضل يعمل في حركات قدامهم، وهم بيصدقوه فعلا انه عبيط وبيأمروه يمشي، فبيسيبهم وبيخرج. بس بيبقى متضايق جدا منهم، وخاصة بعد كمية السلاح اللي شافها عندهم، وبيقرر يرجع للغابة علشان يبلغ سيزر باللي شافه. على الناحية التانية في السد بنشوف مالكوم وهو بيحاول يصلحه، بس فجأة من غير مقدمات بيقع السد فوقهم لانه مهالك ومركون من فترة طويلة. ولما سيزر بيعرف اللي حصل بيقرر يدخل يساعدهم بنفسه، وبيخرج مالكوم واللي معاه من جوه. بس وهم بيعالجوهم بيروح قرد يفتش في شنطة مالكوم وبيكتشف ان فيها سلاح. وقتها واحد من رجالة مالكوم بيمسك البندقية وبيوجهها ناحية القرود، فبيتعصب سيزر من اللي بيحصل لانه طلب منهم يدخلوا الغابة من غير سلاح.
السلاح، وساعتها سيزر بيهجم على الراجل وبياخد منه السلاح غصب عنه، كان هيقتله بس بيترجاه مالكوم ما يعملش كده. فبيعرفوا سيزر انه طلب منهم ما يدخلوش بسلاح للمنطقة، ودلوقتي هم خلفوا كلامه، وبيمسك السلاح وبيرميه في البحر، وبيعرفهم انهم لازم يمشوا من الغابة بسرعة. لكن مالكوم واسرته بيروحوا وراه علشان يترجوه. بيوصل سيزر للبيت وبيلاقي قرود كتير متجمعة حواليه، فبيعرف ان مراته تعبانة جامد وبيروح يطمن عليها. وقتها بيوصل مالكوم واسرته وبيدخلوا البيت سيزر، واول ما بيشوفوا مرات سيزر بيعرفوا انها مريضة، فبتطلب مرات مالكوم انها تعالجها، وخاصة انها دكتورة. لكن سيزر كان قلقان منهم لسه وخايف يعملوا فيها حاجة، بس ما قدامهمش حل تاني غير انه يوافق، وبيخلي مرات مالكوم تقعد مع مراته علشان تعالجها. فبيعرفهم مالكوم ان مسموح لها تقعد عنده اليوم واحد بس، ولو ما قدرتش تعالجها هيمشيهم فورا. وبيدي نفس المهلة لمالكوم ورجالته يصلحوا السد اللي بيتحركوا بسرعة علشان يلحقوا يخلصوا اللي هيعملوه. اما كوبا فبيوصل للغابة وبيسأل عن سيزر، فبيقابل ابنه الكبير اللي بيعرفه انه مع البشر عند السد، فبيروح كوبا علشان يتكلم معاه، ولما بيشوفه بيبقى متضايق جدا، وبيقول له انه بيحب البشر عن القرود اللي شبهه، وبيفضلهم حتى على ابنه اللي من دمه. كلامه ده بيخلي سيزر يتعصب، وبينزل فيه طحن لحد ما بيعوره في كل مكان. طبعا كوبا بيستغل انه قرد، وبيفضل يستعطف سيزر وبيعرفه انه ما ينفعش قرد يقتل اخوه القرد. فبيقرر سيزر يسامحه كمان مرة، برغم انه كل شوية يوقعه في مشكلة شكل، بس ما بيرضاش يأذيه علشان محدش من جيشه يقول انه قتل حد من بني جنسه علشان البشر. فبيركع كوبا وبيطلب منه يسامحه، واول ما بيمدله سيزر ايده كوبا بيسيبه وبيمشي على طول وهو متضايق. وبالليل بيبدأ يتكلم مع ابن سيزر، وبيقول له ان ابوه ما عادش بيحبه وبيحب البشر عنهم، علشان يملى دماغه بكلام فارغ من ناحيتهم. تاني يوم بنشوف ميمو هو رايح للمعسكر بتاع البشر، وبيقعد يتكلم مع ابن مالكوم. فلما بيصحى مالكوم من النوم بيشوفهم، وبيبقى فرحان انهم اخدوا على بعض، وده معناه ان مفيش خطر هيجيلهم من ناحية القرود، لانهم بدأوا يثقوا فيهم. على الناحية التانية بيروح كوبا للمدينة بتاعة البشر، وبيدخل مخزن الأسلحة بتاعهم وبيقرب من الحراس، وبيفضل يعمل لهم حركات غبية علشان يضحكهم ويخليهم يطمنوا له. وفعلا هم بيفكروه عبيط وبيرموا له أكله وبيفضلوا يتفرجوا عليه، لكن كوبا كان أذكى من كده، وبيستغل الفرصة وبياخد السلاح بتاعهم وبيقتلهم بيه. وبعدها بياخد السلاح وبيرجع بيه على الغابة، وتقريبا ناوي يعمل حاجة غبية، بس ده اللي هنعرفه كمان شوية، ركز معانا. بالليل بقى بيقدر مالكوم يصلح السد، والكهرباء بترجع من تاني للمدينة. وحتى سيزر لما بيرجع البيت بيلاقي مراته قامت على رجليها من تاني وخفت، وده معناه ان البشر ساعدوه وعالجوها، فبيفرح بيهم وبيطمن لهم اكتر. اما كوبا فبيوصل للغابة وبيخلي سيزر واقف يتكلم مع مراته وبيضربه بالنار، فبيقع سيزر من فوق. والقرود لما بيسمعوا الصوت بيجروا كلهم على بيت سيزر، فبيلاقوا كوبا خارج وفي ايده سلاح، واللي بيقول لهم ان البشر قتلوا سيزر وهم كانوا ناويين يعملوا كده من البداية. وفضل يشرح لسيزر بس ما صدقهوش، ودلوقتي خسر حياته بسببهم. بيبدأ القرود يتعصبوا بسبب اللي حصل، وبيبقوا عاوزين ينتقموا من البشر لموت سيزر، وبيجمعهم كوبا حواليه وبيعين نفسه القائد عليهم، وبيأمرهم انهم يجهزوا علشان يروحوا يقتلوا البشر. وبيقعد مع ابن سيزر الكبير وبيملى دماغه بكلام فاضي علشان يكره البشر هو كمان ويساعده، وبيقول له انه كان صح من البداية بس بابا ما صدقهوش، ودلوقتي هو اللي طالع معاه حق وكلهم كانوا غلطانين لما وثقوا في البشر. وطبعا ابن سيزر بيصدقه، وبيقرر ينضم ليه علشان يقتل البشر وينتقم منهم لموت باباه. وبيروحوا كلهم للمدينة وبيسرقوا كل السلاح من المخزن، وبتبدأ حرب كبيرة بين القرود والبشر. المدينة بتتقلب مرة واحدة الخرابة، والنار بتمسك في كل مكان. على الناحية التانية مالكوم واسرته بيكونوا قدروا يهربوا من القرود وبيمشوا في الغابة، بس فجأة بيلاقوا سيزر واقع على الأرض مصاب، وبيطلع لسه ما ماتش، لكن إصابته خطيرة وبين الحياة والموت. فبياخدوه معاهم وبيعالجوه علشان هو الوحيد اللي يقدر يوقف الحرب دي. ولما بيوصلوا للبيت بيسألوه عن اللي عمل فيه كده، فبيعرفهم ان كوبا هو اللي ضرب عليه نار، ومش مصدق ان قرد زميله هو اللي خانه، لكن حالته بتكون وحشة. ومرات مالكوم بتحتاج لأدوية كتير مش موجودة غير في المدينة، فبيقرر مالكوم يروح للمدينة علشان يجيب أدوية، وخاصة ان مقدمهوش حل غير كده لو كان حابب يساعد سيزر يعني. وبيتحرك فورا ناحية المدينة. اما سيزر فبيقعد في البيت
البيت ده وبيلاقي صور وفيديوهات ليه مع صاحبه اللي رباه من البشر، ولما بيتفرج عليها بيفتكر كل لحظاتهم الحلوة سوا وبيحس انه مشتاق ليه، بس الوقت عدى. في نفس الوقت كان كوبا قبض على كل البشر في المدينة وحبسهم، وحتى القرود اللي كانوا بيحبوا سيزر ورفضوا يشاركوا معاه فحبسهم هم كمان في قفص. ولما ابن سيزر شافهم وسألهم قالوا له ان كوبا حبسهم علشان مرضوش يساعدوه، لان لو سيزر كان موجود كان هيرفض يعمل كل ده. فبيحس الولد انه ظلم باباه واتورط مع كوبا، وبرضه لسه صغير على عكس خبرة باباه. المهم بيوصل مالكم للمدينة وبيروح علشان يجيب الأدوية، فبيقابله ابن سيزر وكان هيقتله، بس مالكم بيشرح له ان باباه لسه عايش وبياخده معاه علشان يشوفه. ولما بيوصل بيلاقي باباه تعبان جدا، فبيعرفه سيزر ان كوبا اللي عمل فيه كده مش البشر، وانه خانه طلع وحش زي ما في البشر ناس وحشين برضه. بيروح ابن سيزر علشان يحرر صاحب باباه من السجن اللي حابسهم فيه كوبا، ولما بيوصل لسيزر بيسألهم عن كوبا، فبيعرفوه انه عمال يقتل في البشر وحابسهم كلهم، وهو حاليا موجود في البرج. فبيتحرك سيزر مع اصحابه عن طريق النفق اللي بيوصل للبرج، وهم ماشيين بيسمع مالكم صوت صحابه، فبيقرر يروح ينقذهم وبيخلي القرود يكملوا في طريقهم. بيطلع سيزر فوق البرج وبيشوف كوبا وهو واقف، واول ما كوبا بيشوفه بيضرب عليه نار كتير علشان يقتله، لكن سيزر بيستخبى ورا العمود وبيستغل انه مش شايفه وبيهجم عليه. فبيقع كوبا من فوق البرج وبيتعلقوا الاتنين فوق جسر صغير. ولما كان كوبا هيقع بيطلب من سيزر انه ينقذه، وبيفكر انه ما ينفعش قرد يقتل اخوه القرد، فبيمدله سيزر ايده وبيشده، بس مرة واحدة بيسيبه وبيخليه يقع على الارض ميت. بعدين بيروح يجمع القرود اللي بيفرحوا برجوعه ليهم وبيطلب منهم انهم يرجعوا تاني للغابة، لكن مالكم بيوصل وبيروح مع سيزر وبيعرفوا ان زمايله طلبوا مساعدة من الجيش واكيد هيبعتوا كتيبة تقتله، وبينصحوا انه لازم يروح للغابة علشان يستخبوا لانه خايف عليه. بيفرح سيزر بحب مالكم ليه وبيودعه وبياخد القرود وبيمشوا. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستنونا في فيلم جديد. يلا سلام.